السلام عليكم واهلا بيكم في الهواري والخلاصه، وبالمختصر المفيد ومن غير تعقيد نبتدي الحلقه على بركه الله. النهارده اسرائيل على اعتاب غير مسبوقه في التعاون العسكري والصناعي والتجاري بين مصر وتركيا، وده بيشكل صدمه لاسرائيل في الامن البحري والصناعات الدفاعيه. تل ابيب مضطره انها تراقب عن كثب تحركات مصر وتركيا واعاده صياغه الاستراتيجيات بتاعتها بسرعه البرق لضمان مصالحها الحيويه في شرق المتوسط، وسط تحولات بتهز قواعد النفوذ التقليدية في المنطقة، لأن التقارب الغير مسبوق اللي بين الجيش المصري والجيش التركي بيشكل خطر إنذار كبير لإسرائيل في البحر المتوسط، وبيحط كل مشاريع الغاز الخاصة بإسرائيل تحت ضغط كبير بسبب التعاون المتين ده اللي بين الجيش المصري والتركي. وخليني اقول لك برضو ان كل تحرك بين مصر وتركيا ده عبارة عن زلزال كبير جدا على اسرائيل في البحر المتوسط، وعلشان تعرف ليه ده كله بيحصل لازم تفهم القصة من البداية. لو بصينا على الخريطة هتلاقي ان مصر وتركيا في قلب البحر المتوسط، وكل دولة من الدولتين ليهم مواقع استراتيجية مهمة جدا في البحر المتوسط. على سبيل المثال مصر ليها مضيق مهم جدا جدا وهو قناة السويس، والممر ده بيسهل عملية التجارة بين اسيا واوروبا وبيختصر وقت كبير جدا. عشان كده مصر تعتبر ارض خصبة لاي حد عايز يعمل معاها تعاون عسكري. اما تركيا بتتحكم في ممرات مهمة جدا زي البوسفور والاردنيل، ودول اهم الممرات البحر الاسود والبحر الابيض، والممرين دول مهمين جدا لان بيمر من خلالهم النفط والسلع اللي جاي من روسيا لجميع الدول المحيطة بالبحر المتوسط. ونظرا لأهمية المواقع الجغرافية الخاصة بمصر وتركيا ده بيديهم نفوذ كبير جدا في المنطقة وورقة ضغط سياسية كبيرة جدا على الدول اللي زي إسرائيل واليونان مثلا. وعشان كده إسرائيل متخوفة من أي نزاع بينها وبين مصر أو بينها وبين تركيا، لأن أي نزاع بينها وبين أي بلد من دول ده بمثابة تهديد كبير جدا لمواقع الغاز الخاصة بإسرائيل والقوافل البحرية بتاعتها وخطوط الغاز بتاعتها. المهم خليني أقول لك إن في سنة 2013 كان في خلاف كبير جدا بين مصر وتركيا بسبب إطاحة الرئيس محمد مرسي، واللي كانت تركيا بتدعمه بشدة وبقوة. ومع سقوط محمد مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام بدأت الموجة بتاع تركيا تتحول، وبعد ما كانت بتدعم الحكومة المصرية بدأت تهاجم الحكومة المصرية وخصوصا نظام السيسي. والتغير المفاجئ لتركيا ده خلى مصر تحس ان تركيا بتحاول تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية وبتهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر. وطبعا كل ده ادى لانعكاسات سلبية على البلدين وتعليق السفراء وتعليق معاهدات كانت بين البلدين، وبدأ الاعلام من تركيا يهاجم مصر بشدة وحط مليون خط تحت الاعلام التركي او الاعلام المعارض اللي كان في تركيا، لان ده خلى الازمه تتفاقم ازيد وازيد. ده غير تصريحات وانتقادات الرئيس اردوغان المستمره للنظام المصري، وكل ده ادى الى تحول العلاقات من صديق محتمل سياسي الى عداوه سياسيه واضحه. ده غير الصراع اللي نشأ فجأة بين مصر وتركيا على الملف الليبي، وكل دولة دعمت طرف معين داخل ليبيا. على سبيل المثال مصر دعمت حكومة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، اما تركيا دعمت حكومة الوفاق الوطني ودي كان فيها ناس مسلحة كتير جدا. وخلي بالك كان في فرق كبير جدا بين دعم مصر لليبيا وتركيا لليبيا. مصر كانت بتدعم ليبيا عشان ما تخليش الجماعات المسلحة والتطرف والارهاب ينتشر في ليبيا، وده طبعا بيهدد الحدود بينك وبين ليبيا. اما تركيا كان ليها مطامع اقتصادية تانية وعملت اتفاقية بين تركيا وبين الوفاق الليبي، ورسمت خط بحري بين تركيا وليبيا بيتجاوز المياه البحرية والاقتصادية المصرية والقبرصية في آن واحد. وده طبعا اللي اعتبرته مصر تهديد للأمن القومي وأمن الطاقة والغاز الطبيعي، لأن منطقة شرق المتوسط غنية جدا بحقول الطاقة والغاز الطبيعي. وخلي بالك منطقة شرق المتوسط فيها نزاع كبير جدا بين مصر وتركيا وإسرائيل وقبرص واليونان. وكانت إسرائيل في ظل الخلاف اللي بين مصر وتركيا
مبسوطة جدا. اما دلوقتي اسرائيل بتراقب كل التحركات والتعاون اللي بين مصر وتركيا، وخاصة في شرق المتوسط، زي المناورات اللي شغالة دلوقتي حاليا في شرق المتوسط، لان ده بيهدد امن الطاقة الاسرائيلي. المهم بعد الاتفاقية اللي حصلت بين تركيا وليبيا، ده خلى مصر تشوف المستقبل وتبتدي تسلح القوات البحرية المصرية وتشتري غواصات ومعدات وفرقاطات وتزود نفوذها في البحر المتوسط وسيناء. وبرضه تركيا عملت نفس الحوار، زودت المعدات بتاعتها في البحر المتوسط ونفوذها، واصبح في حرب كبيرة جدا بين مصر وتركيا على الغاز اللي في المتوسط. وفي الوقت ده مصر ادت تركيا درس كبير جدا جدا، ويمكن الدرس ده سبب في تحول الموقف التركي ودعم مصر وبداية التعاون مع مصر. مصر عملت اتفاقية ثلاثية بين قبرص واليونان على ترسيم الحدود البحرية وضمان حق كل دولة في المياه الإقليمية دي. كده مصر عززت السياسة بتاعتها داخل شرق المتوسط، وكمان قوت نفوذها بالاتفاقية دي. وهنا تركيا حست بالضعف النسبي والعزلة الإقليمية في مياه البحر المتوسط، لأن باتفاقية مصر الثلاثية بين الدول دي وكمان دعم مصر للجيش الليبي، ده زود النفوذ المصرية بشكل كبير جدا في مياه البحر المتوسط وفي ليبيا. وأدركت تركيا ان العداء المستمر المتزايد مع مصر ده هيكلفها مصالحها الاقتصادية، وده خلى تركيا تعيد حساباتها من تاني وترتب أولوياتها من تاني وتختار الجلوس على طاولة المفاوضات والتقارب والحوار مع مصر افضل بكتير بين المواجهة المباشرة مع مصر. وده يخليك تفهم قد ايه مصر بتتعامل بحكمة وعبقرية جدا مع الملفات السياسية المطروحة في المنطقة كلها. وبعد كده الرئيس السيسي بيزور تركيا لأول مرة بعد انقطاع دام حوالي 13 سنة او 12 سنة، وتم التعاقد في سنة 2024 على 18 مذكرة تفاهم بين البلدين وتبادل اسلحة وخبرات عسكرية بين البلدين، ملفات كتير زي ملف التجارة والطاقة والسياحة والغاز. وبعد كده بيزور وزير الخارجية التركي مصر عشان يأكد التعاون بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 15 مليار دولار. وبعد كل العداء ده بين مصر وتركيا تتحول لصداقة، وفي 2025 انفجرت عاصفة تاريخية في شرق المتوسط بين البلدين، واستعراض قوة غير مسبوق بين البلدين بمشاركة فرقاطات وغواصات وطائرات F-16 ووحدات بحرية مصرية وتركية بتتحرك بجنب بعضيها في البحر المتوسط. وده كان اعلان صاعق لاسرائيل عن عودة العلاقات والمناورات بين مصر وتركيا في البحر المتوسط. وخليني اقول لك التعاون العسكري اللي بين مصر وتركيا بيشعل الرعب في تل ابيب، وده مش كلامي، ده كلام كل الجرايد العبرية والاسرائيلية. وده هيجبر اسرائيل على اعادة ترتيب حساباتها تاني في البحر المتوسط بدل ما تواجه شراكة ثنائية وقوة عسكرية ضخمة في البحر المتوسط. واعتقد في المستقبل القريب مصر وتركيا هيكون ليهم الهيمنة في البحر المتوسط ومحاصرة كل مصالح اسرائيل والقوافل الاسرائيلية في البحر المتوسط. وبس يا سيدي، دي كانت حلقة النهاردة. ولو انت وصلت لحد الدقيقة دي معايا في الفيديو عايز تحيا مصر تهز التعليقات. اشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.